بمناسبة عيد الأضحى المبارك اغتنم الفرصة وامتلك سايبا 131 بمقدمة $2500 وقسط شهري يبدأ من $250 فقط. لهيب النار يأكل الكرامات. نقفش الفلوس وشكرا. تضيق السبل فتسهل الإهانات. صفاء بدي صفاء ولو عرفت اللي تجيب كل اخر انفهم بفهمه الحارة من الأحد إلى الخميس 6:30 مساء على السومرية. مشاهدينا الكرام أينما كنتم حياكم الله. ربما لو كان التقدم في السن قد أمهل نيلي قليلا أو أن المرض لم يقتحم حياة شريهان لكانتا الآن في غاية السعادة، وهما تقدمان حلقات خاصة من فوازيرهن الشهيرة عن العراق. ولم يكن أحد من المشاهدين ليفوز بالجائزة، فالفزورة صعبة ولا تحتمل الحل. ولو كانت جائزة الكرة الذهبية لا تمنح للاعبي الكرة فقط لما نجح ميسي في اقتناصها، ولكان حفل التتويج هنا في العراق، لأن هناك لاعبين ومتلاعبين بالمال العام يسجلون ويهدفون ببراعة، ولمنح أحدهم اللقب دون جدال. ولا أدري كم سيشعر الشهير جورج قرداحي بالحزن على نهاية برنامجه الأشهر من سيربح المليون، لأنه سوف لن يجد من يتحمس له من أهل المليارات هنا. إصلاحات الدكتور حيدر العبادي المعلنة أين وصلت؟ ما الذي نفذ منها؟ وما معوقات تنفيذ ما لم ينفذ؟ لماذا تشير الكتل السياسية إلى الدستور كفيصل في تمرير أي إصلاح، وهي تدرك مسبقا أن أول من يحتاج الإصلاح هو الدستور؟ هل ستنتهي الأحداث بانتصار أنصار التعجيل أم بانتصار أصحاب التأجيل؟ نحييكم كثيرا في خفايا معلنة لهذا الأسبوع، والترحيب أيضا بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو النائب عن ائتلاف كتلة المواطن السيدة ليلى الخفاجي ضيفا كريما. حياكم الله سيدة ليلى. وأيضا ضيفي الكريم من أربيل النائب عن التحالف الكردستاني الدكتور طارق صديق. أرحب بكم كثيرا دكتور طارق. أبدأ منك سيدة ليلى، يعني أرجو أن يكون الصوت واصل للدكتور طارق صديق. يعني في نقطة هامة، الإصلاح مطلب بدأ واسع وتحركت فيه الجماهير أيضا بمدايات أوسع حتى من نوع هذه المطالب. الآن مطالبات السيد العبادي يعني نبدأ بهذه النقطة المهمة في أن يحل البرلمان، يجمد العمل بالدستور وإعلان حكومة الطوارئ. كم ترين فيها حل؟ يعني ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهدي قناة السومرية. موضوع حساس ومهم والسؤال أكثر حساسية. يعني ابتداء تحدثت بحل البرلمان. الدكتور العبادي طبعا باللقاء الأخير قبل يومين ثلاثة تحدث حول هذا الموضوع، ويعني تحدث بطريقة أخرى أنه لم يدعو إلى ذلك. الجماهير ذلك كان يعني بشكل صريح. نعم، الجماهير خرجت مطالبة بإصلاحات، وهذه الإصلاحات نتيجة لمعاناة لهذه الجماهير بسبب يعني واضح مطلبين رئيسيين، وهما السبب الرئيسي في خروج هذه الجموع. الأول هو مشكلة الكهرباء، والتي تلخص مشكلة الخدمات ونقصها وتلكؤها بالعراق. وهذا مو اليوم، هذه يعني تراكم لسنوات عديدة، منذ إذا ما نريد نرجع إلى 2003، منذ 2006 وإلى اليوم، يعني حكومتين متتاليين وهذه الحكومة الثالثة.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أيضا أن هذه الحكومة تشكلت، والكل يعلم أنها تشكلت بناء على مانشيت كبير هو التغيير، أنه الدعوة للتغيير، والجموع خرجت للانتخابات من أجل التغيير. فإذا الخدمات أولا، وثانيا الشق الثاني لخروج هذه الجماهير الفساد. فإذا مطلبين رئيسيين، الأول توفير الخدمات، والثاني القضاء على الفساد. والفساد كان ماليا. يعني كان بك سيدة لا تقولين أنه ما ذهب إليه السيد العبادي من إصلاحات ابتعد كثيرا عن هذه بالتأكيد بالتأكيد، هذا مما لا شك فيه ولا يخفى على المواطن العادي حقيقة، لأن الجماهير خرجت للمطالبة بالخدمات. يعني على سبيل المثال الكهرباء كانت تطالب يعني المشكلة بدأت في تموز عندما تلكأت الكهرباء بشكل كبير، ونحن لا نحمل الوزير الحالي كل المسؤولية، باعتبار أن الكهرباء مشكلة صار لها 8 سنوات، وأنا يعني أقول 8 سنوات باعتبار أنه من 2006 عندما كانت حكومة وميزانيات ل8 سنوات، موازنات. كنت جزء من 2006 إلى 2010 عضو في مجلس النواب، كنا نحدد نعطي أولوية للكهرباء مليارات الدولارات، وكانت موازنات نتبجح بها، يتبجح بها التنفيذيين أنها موازنات انفجارية. فإذا كانت المطالبات بإصلاح الخدمات، ثم المطلب الثاني هو الفساد. يعني لماذا الكهرباء لم تتحسن؟ يقولون لي لا توجد موازنات الآن. أين ذهبت الأموال؟ فيجرنا السؤال إلى الفساد ومعالجته. الإصلاحات إذا يعني بس خليني أكمل. الإصلاحات جاءت، نعم الجمهور فرح بها باعتبار أنها جاءت متسارعة، تمس جزء من المطالب، ولكنها لا تعالج أس المشكلة. يجب أن تكون الإصلاحات أولا جذرية تعالج جذور المشكلة. لماذا خرج الناس؟ لماذا لا توجد خدمات؟ لماذا الفساد المالي والإداري؟ ملاحقة، ولهذا في هذه الخطبة، في خطبة الجمعة يقول ملاحقة كبار المفسدين. يعني احنا بالإصلاحات جت حزمة الإصلاحات، الكهرباء تركناها، رحنا ألغينا وزارة مرأة، ألغينا وزارة يعني بدون حقيبة. هذه لا تعالج المطالب. طيب يعني هذه نقاط هامة. باختصار شديد حتى أذهب أيضا للدكتور طارق الصديق. يعني قلتي أن السيد العبادي خرج كثيرا عن المطالب الرئيسية. طيب هو ضمن منظومة التحالف الوطني. نعم. يعني هل كان التحالف الوطني بعيدا عن السيد العبادي، أم أن السيد العبادي بدأ بالابتعاد عن التحالف الوطني بشكل مختصر؟ بصراحة الإصلاحات عندما جاءت، يعني ورقة الإصلاحات المطلبية عندما جاءت فوجئ بها التحالف الوطني كما يعني سمعناها من الإعلام. لم يكن هنالك تداول في التحالف الوطني حول هذه الورقة. ومع هذا أقول نحن ككتلة مواطن، والذي نشكل يعني من جزئين، كتلة القانون والمواطن، نحن في كتلة المواطن مؤيدين 100% للإصلاحات باعتبارها الخطوة الأولى نحو الإصلاحات. نحن نؤيدها ونقرها رغم أننا لم يتم النقاش معنا حولها. وكذلك كتلة المواطن النيابية في البرلمان 31 صوت، عندما تم النقاش في ليلة التصويت عليها، القرار الحاسم هو أن نذهب إلى البرلمان نؤيدها ونصوت عليها بالإجماع. النقاش بعدين. لكن تسألني تقول لي اطلعنا على هذه، تشاورنا حول هذه الإصلاحات؟ أقول كلا. طيب. لا التحالف الوطني ولا كتلة المواطن. طيب هذا أيضا ربما سنعود إلى مناقشتها في وقت آخر سيدة ليلى، ولكن الآن يعني أجدد الترحيب بك دكتور طارق، ويعني أبدأ منك من نقطة هامة تتعلق بضبابية في الموقف الكردي تجاه إصلاحات الدكتور العبادي. يعني في تصريحين مختلفين تماما. السيد ريناس جانو في بيان له قال أن قرارات السيد العبادي ليست إصلاحية ولا تخدم البلد بل تشعل الفتنة والحرب، يعني بهذا المصطلح. في حين السيدة أشواق الجاف تطالب السيد العبادي بالإسراع بتطبيق الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين. في النهاية ما هو الموقف الكردي بشكل عام دكتور طارق؟ دكتور طارق هل يصل إليك الصوت؟ شكرا أخ أحمد، أهلا بكم وأهلا بالضيفة الكريمة ست ليلى الخفاجي زميلتي. المشكلة في يعني في الصوت الواصل في الاستوديو أستاذ ياسين. أنا أريد أن أتكلم عن مسألة الإصلاحات أينما كان، سواء كان بالحكومة العراقية أو في حكومة إقليم كردستان أو بالحكومات المجاورة. نحن نحتاج إلى إصلاحات، وإصلاحات هي عملية مستمرة في كل الحكومات، خاصة حكومات الشرق الأوسطية.
ما تبناه السيد عبادي شيء جميل جدا وخطوة أولى نحو الاتجاه الصحيح. وأعتقد أنه في البرنامج الحكومي للسيد عبادي كان يتمحور هذه المحاور الذي قدمه على شكل الحزمات الإصلاحية، سواء كان ما يتعلق بالحزمة الإدارية أي إصلاحيات الإدارية في مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة والرئاسات، وكذلك ما يتعلق بالحزمة الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح تقديم الخدمات، وكذلك ما يتعلق بمكافحة الفساد. نحن في كتل الكردستانية في التحالف الكردستاني داخل مجلس النواب العراقي صوتنا بنعم لتلك الإصلاحات، ونؤيد ما ذهب إليه السيد عبادي لنهاية المطاف، شريطة أن تكون كل ذلك لتقديم أفضل السبل الخدمية للمواطن العراقي، وأن تكون تلك الإصلاحات ليس على حساب مكونات الشعب العراقي بكرده وعربه. هذه نقطة هامة دكتور طارق، هذه نقطة هامة. يعني متى تشعرون دكتور طارق التوازن السياسي أو التوازن المكونات الشعب العراقي الموجود، دكتور طارق يعني تقول الإصلاحات يجب أن لا تكون على حساب يعني مكونات هامة في الشعب العراقي، متى تعتقدون أن الإصلاحات ستكون يعني طاغية على المكونات أو سارقة لحقوق المكونات؟ في أي نقطة مما تتخوفون؟ دكتور طارق. لحد الآن الاتجاه صحيح الذي خطأه السيد عبادي، سواء كان بالحزمة الأولى أو الثانية أو الثالثة، نعتقد أنه بها توازن، ولو أن بعض الوزارات يعني في نصيب الكتل السياسية ونصيب إقليم كردستان كانت نائب رئيس الوزراء ووزيرين، ولكن مع ذلك لا بأس. نحن نريد تقديم الخدمات والإصلاحات الجذرية، تفعيل دور الرقابة، محاسبة المفسدين الذين السنوات السابقة مثلا جاءت هذه المسألة حول تقصير أو الإهمال في الخدمات وخاصة في الكهرباء. أنا بصفة عضو مجلس عضو لجنة النفط والطاقة النيابية استدعينا أكثر من مرة سيد وزير الكهرباء، وزير النفط، وزير المالية حول هذا الموضوع. ظهر أكثر من 45 مليار دولار مصروف على خدمة الكهرباء، هاي من 10 سنوات الماضية. أين هذه المبالغ؟ هو الوزير الكهرباء الجديد ليس لها ذنب خلال هذه 9 أشهر الماضية، لا يمكن أن يكون لها هذه الإمكانية، لكن الوزراء السابقين وكذلك الحكومات السابقة هم المسؤولين الأول أمام الشعب وأمام الله وكذلك أمام القانون. ينبغي أن السيد البرلمان دكتور طارق يفعل مسألة الرقابة المالية والهيئة النزاهة حتى في كل الوزارات وكل المحاور يكتشفون هذه الخفايا. طيب دكتور طارق، يعني بشكل مختصر حتى أعود للسيدة ليلى، أين مسؤولية البرلمان إذن؟ يعني قلت أن هناك يعني مبالغ بالمليارات، 45 مليار أهدرت. طيب الحكومة مسؤولة في جانب، ماذا عن جانب الرقابي؟ دور البرلمان في يعني متابعة هذه المبالغ؟ نحن في هذه الدورة الثالثة في مجلس النواب العراقي تباحثنا في كثير من أمور، وخاصة ما يتعلق بمسألة نفط والطاقة. بحسب معلوماتي الشخصية بأني عضو بهذه اللجنة، وأنا أعرف أيضا يوجد مئات الملفات في لجنة النزاهة وملاحظات لجنة المالية. لكن كما تعلمون نحن فقط التشريع والرقابة، السلطة التنفيذية هم المسؤولون عن الإصلاحات، وكذلك السلطة القضائية هم المسؤولون بتفعيل هذه الملفات. وادعاء العام ينبغي أن يأتي على الخط ويعمل بموجب القوانين السارية ويتعامل مع هذه الملفات بموجب القانون والعقوبات والقوانين النافذة في العراق، وأن يجر هؤلاء الأشخاص الفاسدين أو المتهم بهذه المسائل لكي يبين للشعب العراقي من هم الفاسدين ومن هم المتهمين ومن هم المجرمين أصلا. طيب دكتور طارق، إذن يعني أعود أيضا إليك سيدة ليلى. يعني النقطة التي أثارها الدكتور طارق صديق يعني في وزارة الكهرباء للسنين الماضية، هناك 45 مليار ليست من المبلغ الهين بالتأكيد، هذه موازنة عام كامل أكثر تقريبا من ذلك، يعني أنا أعتقد أنه أكثر. طيب السؤال
البرلمان في دورتين ماضيتين أين كان من عملية الرقابة في هذا الموضوع؟ يعني بصراحة يعني هي بالفعل المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة فقط، المسؤولية هي كل الدولة العراقية، من وزارة الكهرباء والمفتشين العامين اللي موجودين بها إلى القضاء، السلطة القضائية، إلى البرلمان و يعني لجنة النزاهة ودور البرلمانيين حتى وإن لم يكونوا في يعني في لجنة النزاهة تحديدا. كل برلماني هو مسؤول عن المال العام، إضافة إلى أنه ديوان الرقابة المالية. كل هذه الجهات هي جزء، بل أنه لهذا في الوقت الحالي أيضا أنا لا يعني أرفع المسؤولية عن البرلمان، ولكن أنتم تعلمون أنه في الدورات السابقة يعني هذا البرلمان أكثر حرية في ممارسة الدور الرقابي من الدورات السابقة. أنا أتحدث على الأقل عن الدورة السابقة واللي قبلها. الدورة السابقة لم أكن عضو بالبرلمان، ولكن كان البرلمان شبه مشلول، سحبت منا ليس فقط صلاحية الرقابية وإنما حتى الصلاحية التشريعية. طيب في هذا تعلمون أنه بتفسير المادة الدستورية تم إعطاء حكم من المحكمة الاتحادية بأنه لا يحق له تشريع القوانين، وهذه فد يعني مفصل غريب جدا بأن يتم ماذا بقيت من صلاحية للبرلمان إذا سلبت عنا صلاحية التشريع. هو صلاحيتين له، تشريع والتنفيذ، ومع هذا أصبح أمام الناس مطالب البرلمان يحاسب على الفساد وعلى المال العام. طيب في أول عملية اختبار سيدة ليلى الآن في عملية استجواب لوزير الكهرباء، وجدنا يعني هجوما مقابلا من البرلمانيين بعضهم لبعض في عملية الاستجواب، يعني كان هناك اتهامات حتى ب يعني التواطؤ. نعم، بصراحة يعني هي هذه الممارسة لمجرد أنه تم يعني أول استجواب يتم بالبرلمان، هذا لوحده يعني خروج عن مسألة المحاصصات، وأنه أول مرة يعني يتم استجواب وزير في هذه الدورة البرلمانية. هذا بحد ذاته بادرة جيدة وخطوة إيجابية للبرلمان الحالي، ولكن ليس كل من يستجوب أن يتم يعني يكون تسقيطه. الوزير الحالي نحن لا نرفع المسؤولية عنه بالتأكيد، ولكن هذا الوزير لمدة سنة كان يعني أقل من سنة تحمل هذه المسؤولية. جزء من الاستجواب كان موضوعي بطرح أسئلة، البرلمانيين استمعوا إلى الأجوبة الوزير بالأرقام، هسه قسم اقتناع قسم ما اقتناع من اللي صوتوا على هذه، بس أن يكون هذا الاستجواب يعني بالنتيجة أن يكون لتسقيط يعني أعضاء من قبل أعضاء آخرين، هذه مفارقة لا يمكن القبول بها. وأن يتم هي هذا اللي إحنا وصلنا إلى الوضع الحالي أخ أحمد، أنه يتم استخدام الناس الجماهير معاناتهم من أجل حرف المسار. يعني هذا هو استجواب موضوعي يجب أن يكون في إطار القانوني والتشريعي، لا يخرج للمزايدات الإعلامية من أجل كسب عواطف الجمهور. الجمهور يتفرج ويريد أن يرى شيء موضوعي، لا يتم التلاعب بعواطف الجمهور. المسألة الأخرى والمهمة أخ أحمد مسألة القضاء اليوم المرجعية الدينية العليا طالبت بإصلاح القضاء. لماذا؟ نحن على مدار 10 سنوات بصراحة القضاء يحرك الملف عندما يقدم له الملف للفساد، بينما نحن نعلم أن الادعاء العام مسؤول عن المال العام أيضا. يعني إذا القضاء يستمع إلى أي قضية فساد، سواء كانوا هذا أعلنها المتحدث باسم القضاء، سواء كان بالفيسبوك بالتلفزيون، اليوم إذا أنا أتحدث عن قضية مطالب الادعاء العام أن يروح ويتابع هذه القضية. إذا يعني أتهم أحد بفساد عام، بفساد يعني تلاعب بالمال العام، هذا الادعاء العام هذا شغله. يعني إلى اليوم لم يحرك الادعاء العام باعتبار أنه إلا تقدم له ملف ثم يتحرك، ولهذا أكو ملفات كبيرة يعني أكو ملفات كبيرة. على سبيل المثال أنا بس أسأل هذا على سبيل المثال، أنا أقول اليوم الملف الكبير ملف أسلحة الكشف عن المتفجرات، هذا ايش قد صار له منذ 2004 إلى اليوم، ملف كبير. يعني ما بقى مواطن ما يعرف أنه هذا الملف فيه فساد كبير وأموال بل وأرواح زهقت. أين الادعاء العام من هذا الملف؟ لماذا حتى البرلمان عندما حقق يعني لجنة الأمن والدفاع، وانت سألت عن البرلمان حقق، شكلت لجان كبيرة عدا لجنة النزاهة، لجنة الأمن والدفاع، أين ذهبت هذه الملفات؟ طيب هذا يدفعنا لسؤال حتى أعود الدكتور طارق. يعني إذا الكلام عن وجود مشاكل حقيقية في القضاء العراقي ليس بالكلام السياسي، هو كلام يستند على وقائع، لا هذه وقائع مرتبط بأداء القضاء. نعم. وأنت مع الإصلاحات حتى لو كانت جذرية في القضاء العراقي. بالتأكيد.
مع أن هناك مشكلة أن السيد العبادي يقول ليس من صلاحيتي التدخل في هذا الملف. لا نعم، ولكن أنا يعني هسه ما أدري أنت شنو تقصد بالجذرية. أنا أقول إصلاحات جذرية بالقضاء وفق السياقات القانونية والدستورية. نعم، يعني واحدة من أهم الأمور لإصلاح القضاء أخ أحمد هي تشريع قانون المحكمة الاتحادية، والقانون في أروقة مجلس النواب، وهناك جهات سياسية تمنع من تشريعه. يجب المواطن العراقي اليوم اللي يطالب بإصلاح القضاء يجب أن يضغط باتجاه تشريع قانون المحكمة الاتحادية، لنبدأ بالإصلاح من هذا القانون حقيقة، يعني مع المطالبات الأخرى. يعني مع المطالبات يعني سأذهب إلى فاصل، لكن هناك كتل سياسية إذن تعمل على إعاقة قانون المحكمة بالتأكيد، وإلا لماذا؟ نحن أول الكتل السياسية التي تريد تشريع هذا القانون يعني باعتبار بناء المؤسسة. أو في نعم. أي اتجاه؟ نعم. هذه الكتل في أي اتجاه؟ في اتجاه تأخير هذا القانون. لا أقصد في اتجاه طائفي مثلا تنتمي لهذا المكون أو ذاك، أو في اتجاه قومي. يعني سواء كانت يجوز من الاثنين، توجد أطراف سياسية يجوز من الاثنين تعمل على تعطيل هذا القانون، وبدون هذا القانون لا يمكن بناء المؤسسة القضائية بدون قانون يحكمها. من خلال هذا القانون يتم أيضا إصلاح المؤسسة القضائية. طيب سيدة ليلى، إذن دكتور طارق سأعود إليك بعد الفاصل أيضا في يعني سؤال حول أيضا يعني النظر إلى وضع القضاء اليوم أو السلطة القضائية كيف تعمل، وأيضا إمكانية وجود إصلاح حقيقي وجذري في السلطة القضائية ومن يعني يتحمل ذلك. إذن ابقى معنا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل في خفايا معلنة. الآن باقات الانترنت صارت ميجا بايت أكثر، صلاحية أطول، سعر أقل وإلك الاختيار. يلا اتصل بالرقم المجاني نجمة 321 مربع واكتشف عروض الانترنت الجديدة كليا. عيش سرعة الجيل الثالث 3.9 جي الحقيقية مع الشبكة الأولى، وانطلق مع انترنت أسرع من السريع. الخبر في انتظارك أينما كنت. حمل تطبيق السومرية. هموم حياتهم لا تفارقهم. لا قدرت اجمعكم حوالي، ولا قدرت اعيش معكم حتى تحت سقفي. لا انا اللي عم بعمل مشاكل. ما سألت حالك لما عم يمرق شهر وما بتتصل فيها الا مره واحده، هالشي عم يعمل حاجز بينك وبينها ولا لا؟ شو بنا يا جماعه؟ هلا بنكون مشكله مصير مشكله ثانيه. ورواسب الامس ضوضاء دائمه. انا شفته لبابا هو عم يضربك مريم. هذا ابو سعيد مجرم طليق، محامي شاطر وخبيث وقدر يعمل اللي بدك اياه انت واختك. عباس النوري، سلوم حداد، كريس بشار وسلاف معمار. ليس سرابا، هون في انا وانت وبس. من الأحد إلى الخميس 11:10 مساء على السومرية.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام. أعود إليكم دكتور طارق في سؤال هام يتعلق بالسلطة القضائية في العراق. يعني هل ترون أن السلطة القضائية الجهاز القضائي أصبح مشكلة أيضا من المشاكل التي نعانيها في الواقع السياسي، بحيث دخل القضاء في السياسة، أم يعني ترون أن القضاء يعمل وفقا لصفته في أنه كان مستقل وسلطة مستقلة؟ نعم، بالنسبة لسلطة القضاء هي ضمن السلطات الثلاث الموجودة في أي نظام ديمقراطي، وفي الدستور العراقي شاد باستقلالية سلطة القضاء، وما ينبغي أن يكون القضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا القانون. لكن مع الأسف الشديد نحن أكثر من 8 سنوات في مجلس النواب العراقي يريدون أن يمرروا قانون المحكمة الاتحادية الذي هو يكون في هرم سلطة القضاء في تفسير الدستور والقوانين والأحكام. هناك مطبات طائفية بهذه المشروع القانون، كل يوم يأتون بقرار، كل يوم يأتون بتشريع، كل يوم يأتون يعني مطبات طائفية لا يمر يعني هذا القانون. فعلى سبيل المثال نحن في العراق دولة القانون، يعني المفروض الدستور يكون هو والقانون هو يكون السلطان الأول. لا، ماذا قصدت بمطبات طائفية؟ يعني سمعت هذه العبارة، لا أدري فيما إذا كانت هي يعني كما استمعنا إليها أم كنت تقصد شيء آخر. نعم، أردني خليني أكمل ما آتي به. هذه المطبات عبارة عن إشراك بعض فقهاء الشريعة أن يكون قضاة في أمور تفسير الدستور والقانون، وهم ليسوا أهلا لها. يعني مع كل احتراماتنا، نحن كلنا مسلمين في العراق، أكثر من 95% الشعب العراقي مسلم ومؤمنين بهذا. لم نشهد في أي دولة مسلمة أو دولة قانونية يحكم عليها القانون، وخاصة نحن دولة علمانية نؤمن بالفدراليات، وأن يكون 4 أو أكثر من الفقهاء الشريعة الإسلامية لا توجد صفة أعضاء المحكمة الاتحادية. وماذا أكثر بعد ذلك؟ يقول إذا 3 على 4 يعني 3 من فقهاء الشريعة يرفضون أي قرار، أي قانون، أي تفسير، فهذا القانون يعرقل أمام المحاكم. فكيف يكون الأمر؟ يعني هل نحن نرجع إلى عصور الوسطى وأن يحكمنا الدين؟ أليس الدين نحن نؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات وفصل الدين عن السلطة؟ فإذا بذلك لماذا المحكمة الدستورية ولماذا التشريع ولماذا السلطة التنفيذية؟ فليكن منصب قاضي القضاة الشريعة يأتون ويكون الحكام على العراقيين طيب دكتور طارق، يعني ليس هناك في الدستور العراقي إشارة إلى فصل الدين عن السلطة، لا توجد إشارة واضحة بهذا المعنى. ألسنا نحن نؤمن بالفيدرالية؟ ألسنا نحن لدينا سلطة تشريعية والتنفيذية والقضائية؟ فما هو دور الدين في هذه الحالة إلا المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، وهي موجودة في نصوص دستورية ونحن نؤمن به ونحترمه. لكن يأتي فقهاء الشريعة الإسلامية قد يكونون خريجي الدراسات الإعدادية أو دون البكالوريوس في القانون، ويأتون يحاكمون ويقررون في مصير أكثر من 30 مليون. هذا شيء مخالف للمبادئ الديمقراطية والدستور وميثاق قبل أن نعود للسيدة ليلى والمواثيق الدولية الأخرى. لكن ما نفهمه من هذا الموضوع أنه فقهاء الشريعة يتدخلون في المسائل التي تخص الشريعة حصرا، وهم أدرى فيها يعني من الآخرين، من القضاة حتى، يدون بدلوهم في إطار ما هو شرعي. يعني أعتقد أن هذا هو المقصود بوجود فقهاء الشريعة في قضية قانون المحكمة الاتحادية. يا أخ أحمد، إذا نظهر كل الأمور الاجتماعية والسياسية والثقافية
كل لديه نطاق أو جذور دينية ممكن أن يتدخل بها من جانب ديني أو من جانب الشريعة الإسلامية. فهذا نحن نريد مجتمع ديمقراطي، مجتمع مدني، مجتمع يكون القانون هو الفيصل الوحيد أمام كل العراقيين ويحترم فيه الديانات. فإذا كان الشريعة الإسلامية أو الفقهاء الشريعة من هم بإمكانهم عرقلة أو تمرير أو عدم التمرير للقوانين، فماذا يكون حكم المسيحيين في البلاد؟ وأين يكون حكم اليزيديين؟ وأين يكون حكم الصابئة والمندائيين؟ فليأتوا أيضا هم بممثلين في محكمة الاتحادية إذا كانت على هذه الموال. طيب دكتور طارق، إذا سنستمع إلى يعني رد أيضا من السيدة ليلى الخفاجي في هذه النقاط، ويعني ربما نتواصل فيها وننتقل إلى فقرة أخرى. لكن معك سيدة ليلى أنه يعني أتساءل الدكتور طارق لماذا يشرك يعني فقهاء الشريعة في هذا الجانب؟ يعني أولا أنا أستغرب أنه يقول الأخ طارق، أول مرة أسمع إحنا دولة علمانية. الدستور لا يقول ذلك، وإنما يقول نحن دولة مدنية. اثنين، يعني يخلط بين أننا دولة مدنية وبعدين يقول ليش فقهاء شريعة. احنا دولة فيدرالية، ما علاقة الفيدرالية هي نظام إداري. هذه أولا. هذا ثانيا، يعني أولا الفيدرالية نظام إداري ما له علاقة. اثنين، نحن دولة مدنية ولسنا علمانية. العلمانية غير شكل، ولم ينص الدستور على فصل الدين عن السياسة، ولا ندعو نحن إلى خلط الدين بالسياسة. ولكن هنالك مادة دستورية أخي الكريم بالدستور، هنالك بالمادة 7 إذا أنا ما غلطانة، أو المادة بالمبادئ الأساسية المادة ما أدري، يقول أنه الإسلام هو مصدر أساس للتشريع. اثنين، اللي عاد ليوازن الأخ يقول أنه شلون نضمن المسيحيين. الألف أنه الإسلام مصدر للتشريع. اثنين، أن لا يتعارض مع القوانين يعني القوانين المعمول بها دوليا لحقوق الإنسان وغيرها. فبهذه موازنة، هذه واحدة من الدستور. المسألة الثانية مسألة فقهاء الشريعة، يقول أنه سادس إعدادية. فقيه الشريعة عندما يأتي ليس للتدخل بالدولة المدنية، لا ليس هكذا. أنا أعتقد أنه فهم الأخ يعني ما دورهم في هذا دور فقهاء الشريعة. أنت لأن عندك نص دستوري لتضمن أن لا يتم تشريع قانون، وهذا نص دستوري، لا يتم تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الشريعة. اليوم أنا أجي أريد أشرع قانون وهذا القانون يتعارض، من يخبرني أنه هذا يتعارض أو لا يتعارض؟ نعم، خبير القانون يعلم بالقانون، ولهذا نفس الحق لخبراء القانون. إذا شرعنا شيء يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، خبير القانون يقول لي توقفي، هذا يخالف النص الدستوري. وإذا شرعت شيء يخالف مبادئ الشريعة، أحتاج إلى فقيه بالشريعة. اليوم أنا أجي أريد أشرع بالقانون العراقي على سبيل المثال، أشرع قانون يمنع مثل فرنسا يمنع دخول المحجبة إلى المدارس، هذا يخالف مبادئ الشريعة. المشرع الفقيه يخبرني أن أتوقف، كما أنني إذا أشرع قانون كما تفضل أنه ينافي حقوق الأقليات، أنا ما أسميهم أقليات، أسميهم المكون المسيحي. الدستور لا يقول أقليات. طيب لدي تساؤل، إذا هكذا خبير القانون راح يقول لي هذا يتعارض مبادئ حقوق يعني تساؤل والإجابة باختصار حتى ننتقل إلى فقرات أخرى. أيضا يعني هل وضع حل لإشكالية قراءة النص؟ يعني هناك يعني قراءة نص شيعية وقراءة نص سنية، كيف تعالج هذه النقطة؟ يعني حتى في المسائل تعالج، هي مسألة خبير. كيف عولجت في قضية فقهاء الشريعة؟ يعني هي مبادئ عامة وليست بالتفاصيل. التفاصيل موجودة سواء للشيعة أو للسنة، إخواننا السنة أو للشيعة، موجودة محاكمهم، موجودة يعني تفاسيرهم لهذه الأمور التفصيلية. أما المبادئ العامة هذه لا يختلف عليها اثنان، ولهذا نحن عندما نقول فقهاء الشريعة لن يختلفوا حول هذه الأمور. يعني مسائل عامة اللي متفق عليها بالإسلام. كما أن أنا يعني بس تعليق آخر، أنه والله دولة خريجين إعدادية ما عندهم فقيه الشريعة، من يدرس والأخ يعلم أنه لا يخضع للشروط الأكاديمية، ولكن دراسته تعادل درجة الدكتوراه، وهذا معروف يعني متعارف عليه، ليس جديدا. هناك أيضا فقهاء يعني هنالك فقهاء من الأكاديميين ويحصلون على شهادة الدكتوراه سواء من الأزهر ومن الجامعات العالمية المعروفة. طيب سيدنا، ننتقل أيضا يعني إلى نقطة هامة مع الدكتور طارق حتعود فيها إليك أيضا. دكتور طارق، الآن واحدة من أهم يعني ومن أبرز النقاط التي أعلنت في الحزمة الإصلاحية الأولى والتي صوت عليها أيضا في داخل البرلمان كان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا. يعني وردت عبارة فورا في النص الذي صوت عليه في داخل البرلمان.
هل راقبتم في البرلمان، وهذا السؤال سيكون أيضا للسيدة ليلى، راقبتم يعني عملية تطبيق هذه النقطة التي صوتتم عليها، أم إلى الآن هي لم تطبق بشكل فعلي؟ هو الحزمة الأولى التي تقدم بها السيد عبادي رئيس المجلس الوزراء الاتحادي جاء إلى برلمان، ولم يكن هناك مجال للمناقشة من قبل السادة أعضاء البرلمان، إنما هو التصويت بنعم أو لا. فلحرارة الموقف الشارع العراقي والوضع الراهن استحسن المجلس النواب بأن يعطي بنعم لهذه الحزمة، لأنه في الأول والآخر هو لمصلحة الشعب العراقي. مسألة الإصلاحات الإدارية أن يكون له أكثر من نائب رئيس الوزراء أو لا يوجد لديه نائب رئيس وزراء، أو بالنسبة للسادة النواب الرئيس الجمهورية، مسألة إدارية بحتة. يعني أولا هو ليس ضمن الإصلاحات الجذرية الذي ينادي بها الشارع العراقي، ولكن مع ذلك ردنا أن نفك يد السيد عبادي حتى بإمكانه أن يقوم بالإصلاحات الذي يريده. أنا ليس لدينا ملاحظة حول إلغاء مناصب النواب رئيس الوزراء. لا ليس السؤال حول قضية ملاحظة أو عدم ملاحظة. دستوريا أعتقد هناك ملاحظة دستورية، قبل الدخول في التفاصيل الدستورية رئاسة الجمهورية أن يعلق عليه أو يقدم ملاحظة في مجلس قبل هذه التفاصيل أو بالمحكمة يعني بعيدا عن قضية الملاحظة. دكتور طارق، يعني السؤال واضح، هل راقبتم بعد التصويت على الحزمة الإصلاحية الأولى عملية تطبيق هذه الفقرة؟ لأنه وردت فيها عبارة فورا. الآن من نفذ، من امتنع، ما دور البرلمان أيضا في متابعة هذه الفقرة؟ أعتقد بالنسبة لمناصب رؤساء النواب رئيس مجلس الوزراء، السيد الأعرجي هو قدم استقالته مباشرة، وسيد دكتور روج نوري شاوز من حصة التحالف الكردستاني أيضا انفك عن وظيفته، وأعتقد أيضا سيد مطلق نفس الشيء. أما بخصوص النواب رئيس الجمهورية فلأن المدة القانونية باقية، هل هم يعترضون على القرار مجلس النواب أو لا يعترضون أمام المحكمة الاتحادية، فهذا يخص لهم الموضوع. طيب، أعود إليك سيدة ليلى. يعني نواب رئيس الوزراء السيد الأعرجي قدم الاستقالة، السيد المطلق، السيد روزني ريشاويس لا يمارسون أعمالهم الآن، نواب رئيس الجمهورية بانتظار الطعن في المحكمة الاتحادية. ماذا لديكم أيضا من المتابعة حول هذه النقطة؟ يعني بالتأكيد الدكتور العبادي قال أنه فورا، لكن واقع الحال لا يبدو أنه تم يعني تنفيذ هذا الأمر. لم ينفذ إلى الآن؟ لم ينفذ بأعذار، يعني حسب ما نسمع أنه هذا يحتاج إلى تخريجات قانونية، ولهذا نحن عندما يعني نسمع أنه الإصلاحات بتكون وفق سياق الدستور أو القانون، ولكن إذا كانت هنالك نية باعتبار أن رئاسة الجمهورية أيدت هذه الإصلاحات كما أن البرلمان أيد هذه الإصلاحات، أنا أعتقد أنه الإشكالية اللي موجودة، لا أعتقد يعني رئيس الجمهورية الدكتور معصوم عندما أيد من جانبه، رغم أنه هو صلاحيته أنه يقيل نوابه، ولكن بما أنه جاءت من رئيس مجلس الوزراء لم يعارضها، رغم أنه هنالك عتب. هذا ما سمعناه، أنه على الأقل يستشار باعتبار ذولا نوابه. ولكن أنا أعتقد إذا كانت هنالك إرادة حقيقية وصدرت من نواب رئيس الجمهورية، صدرت تأييدات لهذه الإصلاحات، فيفترض أنه حتى لو كان هنالك يعني معوق قانوني أو دستوري، يفترض أنه كما قدم بعض نواب رئيس مجلس الوزراء استقالاتهم، يفترض أن تقدم، لأن هو من أعطى الثقة لهؤلاء النواب. مجلس النواب هو اللي أعطى الثقة لهؤلاء، سواء نواب رئيس مجلس الوزراء أو نواب رئيس الجمهورية. فأنا أعتقد يعني هذه رؤيتي الشخصية، أنه تقدم الاستقالة
من قبل هؤلاء النواب وتقدم إلى مجلس من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لقبول هذه الاستقالة. يعني هذا الكلام ونخرج من هذا النفق، نخرج من هذا النفق لأنه هذا مو دستوري ويروح يطعن. ولماذا نفق؟ يعني لماذا نفق وحينما يصوت مجلس النواب على موضوع يعطيه صفة تشريعية؟ باعتبار أن مجلس النواب عندما جاءت الإصلاحات يعني حزمة الإصلاحات كانت معها أنه يجب إما نصوت نعم أو لا ندخل في التفاصيل، وإذا دخلنا بالتفاصيل سترفض. يعني الدكتور العبادي سيقول أن النواب صوت عليها في النهاية، صوت عليها، ولكن هذا لا يمنع أن هنالك يعني مجلس النواب كيف أعطى الثقة لهؤلاء النواب؟ أعطى الثقة بالتصويت عليهم، منحهم الثقة. وبالتالي أنا أعتقد من السهولة بمكان أنه نواب رئيس الجمهورية يقدمون استقالاتهم ويقدم نواب رئيس مجلس الوزراء استقالاتهم ونخلص من هذه المشكلة. يعني وإلا اليوم أنت قلت أنه مجلس النواب ما هو دورة نحن طلبنا باستضافة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على هذه، لأن هو أعطى توقيتات زمنية، قال خلال أسبوعين تقليل الحمايات، خلال شهر فورا نواب رئيس الجمهورية ونواب مجلس الوزراء. نريد أن نعلم أين وصلت هذه الإصلاحات، سواء كانت الإصلاحات حزمة الإصلاحات الأولى أو حزمة الإصلاحات الثانية. وحتى ما يتعلق بمجلس النواب قيل أنه الحمايات راح يعني للمسؤولين جميعا سواء التنفيذية والتشريعية ستقلل. نريد أن نعرف أين وصلت، ما هي الحمايات اللي تم تقليلها أيضا لنعلم كم جاء إلى ميزانية. يعني الآن باختصار شديد نواب رئيس الجمهورية إلى حد هذه اللحظة يمارسون أعمالهم وباقين في مناصبهم. بالتأكيد هذا ما يعني نسمع حقيقة. يعني سواء نواب رئيس الجمهورية نواب رئيس مجلس الوزراء لا يمارسون بالصور، يعني من تطلع اجتماع مجلس الوزراء لا نراهم في الاجتماعات، هذا يعني أنهم لا يمارسون دورهم. ولكن نواب رئيس الجمهورية إلى الآن لم نسمع ما هو الحل لهذا يعني للإصلاحات اللي تفضل بها الدكتور العبادي. وهل هم يتقاضون يعني امتيازاتهم ورواتبهم أم أن يعني شملوا بالإصلاحات اللي حدثت؟ هذا يجب أنه نسمعه من يعني دولة رئيس مجلس الوزراء في الاستضافة في مجلس النواب ويعطينا يعني تفصيل بما تم من حزمة الإصلاحات اللي جرت. طيب سيدة ليلى، أعود إليكم أيضا دكتور طارق في مفصل هام يتعلق بعملية يعني الإصلاح. يقال أنه التأييد الكردي، وطبعا لكم يعني حق التعليق، يقال أن الموقف الكردي من الإصلاحات إلى الآن هو موقف مرن، لأنه ربما لم يطال ربما الطبقة السياسية الكردية أو يعني حزمة المكاسب الكردية في الحكومة الاتحادية أو في مجلس النواب والوزراء، ولو كان قد وصل ربما إلى مديات بعيدة سيكون للموقف الكردي شكل آخر من التعبير. نحن في التحالف الكردستاني أو الكتل الكردستانية الموجودة في مجلس النواب العراقي والعملية السياسية العراقية برمته نؤيد كل الإصلاحات ونؤيد ما ذهب إليه الحزمة الإصلاحات المتتالية من قبل السيد عبادي. لأن لو نرجع إلى الوثيقة السياسية التي شكل بها حكومة السيد عبادي وبرنامج الحكومي للسيد عبادي كان فيها تلك المحاور حول الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية ومكافحة الفساد. كل ذلك موجود ونحن صوتنا عليه، والآن لما تقدم بهذه حزمة الإصلاحات أيضا صوتنا عليه في مجلس النواب قبل شهر. في إقليم كردستان نحن نؤيد ما يذهب إليه السيد عبادي لحين مطابقة عمله وإصلاحاته للسياقات الدستورية والقانونية الموجودة، ولكن على أن لا يكون على حساب مكونات الشعب العراقي، سواء كان المكون الكردي أو المكون المسيحي أو المكون التركماني أو أي مكون آخر. بمعنى فليكن الإصلاحات، فليكن هناك لجان تخصصية لترشيح المناصب الخاصة أو الدرجات الخاصة، سفراء وكلاء وزراء، ويكون ترشيحات ضمن الكرد، ضمن المسيحي، ضمن التركماني، ضمن الأخوة العرب في الوسط في الجنوب، وكذلك أن يكون ضمن كل المحافظات، يعني أن يكون هناك توازن سياسي كما هو الموجود في الدستور العراقي. وهذا هو المنطق لكي نحن نقول أن العراق جميل بمكوناته،
ينعكس هذه الصورة في الحكومة وكذلك في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية وكل المسائل. طيب بنصف دقيقة. ولكن إذا تخوفنا بأن هذه الإصلاحات هي طريقة لانفراد طائفة معينة أو شخص معين للحكم، نحن لا نؤيده ونقف أمامه بشدة. بنصف دقيقة دكتور طارق حتى نذهب إلى فاصل. لماذا لديكم تخوف أن تكون هذه الإصلاحات مقدمة لسيطرة طائفة أو يعني تفرد في الحكم؟ لو نرجع إلى وعود السيد عبادي بأنه يطبق كل القوانين العراقية، أين نصيب حكومة إقليم كردستان 17% من قانون الموازنة العراقية؟ أين نصيب وزارة البيشمركة والبيشمركة الذين يدافعون عن مواجهة أكثر من 1000 كيلومتر أمام المواجهات الداعش؟ أين رواتبهم؟ وهي رواتبهم ليس ضمن 17%، لكن رواتبهم كان ضمن موازنة وزارة الدفاع. أين وأين وأين؟ أين مادة 140 الذي قال خلال سنة أنا راح أطبق ذلك؟ أين حقوق بعض الأخوة السنة النازحين أكثر من 1,000,000 مليونين إذا نقول الآن يستقطعوا رواتبهم، يشردون، لديهم ملاحظات. يعني هذا التوجه إذا كان عمديا هذا يشير إلى انفراد طائفة معينة بالسلطة، وهذا لا نقبله. ولا نريد خلق دكتاتوريات أخرى، كفانا بالدكتاتورية صدام حسين. نحن في إقليم كردستان شاركنا في إعادة هيكلة العراق الجديد منذ 2003، وشاركنا في تحريره، وشاركنا في كتابة دستوره وانتخاب أول حكومة، وشاركنا في السلطات الثلاثة. ونريد للعراق عراق ديمقراطي يعيش فيه بكرامة من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه بكل شيوخه ونسائه وأطفاله. يعني الحوار في النقاط الأخرى في الجزء الأخير من خفايا معلنة. ابقى معنا مشاهدينا الكرام. الخبر في انتظارك أينما كنت. حمل تطبيق السومرية. يقع علي بسبب مواقفي المشرفة وليس بسبب أني بواق أو مختلس في المال العام. منظومة البنى التحتية في وزارة الكهرباء هي قديمة. الوضع الأمني في العراق اليوم منذ 10 سنوات نحن نواجه عملية يعني مخطط لها لتدمير هذا البلد وإرهاب. ما هي الاستراتيجية الأمنية للحكومة العراقية حتى بعد ذلك ننفتح إلى أنه نشوف أوباما شو يفكر؟ غير متوقع مع غزوان جاسم الأربعاء 29:20 مساء مباشرة على السومرية. نايت سبورتس مع سيف الباشا هذا المساء 10:20 على السومرية. لإعلاناتكم على السومرية سومر FM والسومرية نيوز. الاتصال بمكاتب السومرية على الأرقام التالية أو على الإيميل ads@السومرية.tv.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام. سيدة ليلى، في أيضا ورقة الإصلاح التي قدمت من قبل البرلمان وفيها تأكيد على النقاط التي وردت في يعني إصلاحات الحكومة. النقطة الهامة فيها إنجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات المستقلة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. نعم. وأعتقد هذه المدة مضت. نعم بالتأكيد. أنتم تعلمون أن الورقة عندما جاءت من الحكومة فيها ثغرات. يعني لاحظنا أنه دولة رئيس مجلس الوزراء أشار إلى إصلاحات معينة في فقرات ولم يسلط الضوء لا على مثلا مسألة الهيئات المستقلة، وهذه في ورقة الاتفاق السياسي أو ورقة البرنامج الحكومي عندما تم المصادقة عليها وعلى رئيس مجلس الوزراء كانت متضمنة فيه، وهي حسم مسألة الهيئات المستقلة والوكالات وقيادات الفرق والمستشارين، وهو جيش كامل كله بالوكالات لم يأتي إلى البرلمان للتصويت عليه. وجزء من الإصلاح هو معالجة هذا الخلل. إلى متى تدار الدولة بالوكالات؟ والدكتور العبادي عندما جاء وعد بذلك. مرت سنة على حكومته على تسنم المسؤولية، لهذا ضمناه، إضافة إلى أنه لم يسلط الضوء على الإصلاح في السلطة القضائية، وهو أيضا ما طالبت به المرجعية، ضمناه في ورقة الإصلاح البرلمانية. هذه الفقرتين ضمناها. اليوم مر شهر تقريبا وهنالك علامة استفهام كبيرة. لهذا أنا بالبداية في بداية البرنامج قلت نحن مع الإصلاحات التي تقدم بها الدكتور العبادي، وعندما رفعنا الأيدي بالتصويت عليها مؤمنين جدا بأن هذه رغم أنه هي لم تعالج كل الملفات ولكنها الخطوة الأولى، ولكن لابد من محاسبة. يعني على سبيل المثال مسألة الوكالات، اليوم ماذا فعل السيد العبادي لمعالجة هذه القضية؟ صار شهر بل صار سنة، باعتبار أنه وعد عندما تسنم المسؤولية سنة وهو يراوح مكانه حقيقة. واليوم شكل لجنة، اللجنة حسب ما يعني تسرب جزء من المعلومات، هذه اللجنة شخوص لا تختلف عن يعني لم يأتي بجديد لهذه اللجنة. لو كان يعني شخوص من الأشخاص اللي موجودين سابقا، يعني على سبيل المثال الدكتور مهدي العلاق وشخصيات أخرى داخلة في هذه اللجنة، وهي يبدو أنه ليست من يعني تكنوقراط أو مثلا من شخصيات مستقلة أو من نفس الطيف الذي فيه الدكتور حيدر العبادي. وبالتالي نحن يجب أن نسائل الدكتور العبادي إلى أين وصل مسألة حسب هذه، والسبب في أننا نلح على هذه القضية. كما أن الدكتور العبادي قال أنا يريد أن نطلق يده في التصرف في الوزارات، يعني على سبيل المثال أن يختار الوزير الكفؤ في الترشيق وفي الاختيار. طيب. وبادرت كتلة المواطن منذ البداية حينما أعلن وقال أريد أن تطلق يدي، أعطى الصلاحيات، قدمت كتلة المواطن جميع وزرائها وضعوا استقالاتهم عند دولة رئيس مجلس الوزراء لإبداء حسن النية، بادرة حسن النية أنه تفضل يا رئيس مجلس الوزراء تصرف بما تراه يعني مناسبا. بصراحة سيدة ليلى، ولكنه لم يحسم هذا الملف. يعني بصراحة هل قدمت الاستقالات بشكل دعائي أم بشكل فعلي وضعت على طاولة السيد رئيس الوزراء؟ أنتم تعلمون عندما تقدم لا مجال للدعائية أستاذ أحمد. يعني اليوم أنا كعضو في مجلس النواب عندما أكتب استقالتي وأقدمها لرئيس مجلس النواب أصبحت خارجة عن يدي. يعني أصبح لو بس أحكيها لو بس أتحدث عنها بالإعلام نعم هي دعائية، ولكن عندما أوقعها وأعطيها لرئيس مجلس الوزراء يعني قدمت بشكل مكتوب. بشكل مكتوب يعني طيب. على الأقل أنا أدري أنه السيد عادل عبد المهدي قدمها مكتوبة، وبالتالي أصبحت صلاحيتها عند رئيس مجلس الوزراء. طيب. ولهذا ليش احنا نتحدث به كثيرا؟ لأن مسألة الهيئات المستقلة هي ليست هيئة أو هيئتين أستاذ أحمد. يعني البلد كثير من الخدمات لا تقدم لأنه عندما يكون بالوكالة لا يمكن محاسبته. طيب سيدة ليلى، حتى نضمن الوقت أيضا مع الدكتور طارق الصديق. دكتور طارق، هل تذهبون أيضا إلى حتمية مساءلة يعني أو استضافة الدكتور العبادي لمناقشة هذه النقطة بالتحديد، قضية الهيئات المستقلة وعملية ترشيق الوزارات؟ هو كل هذه العملية هي جاءت على نطاق حزمة الإصلاحات، لكن هذا اللجان الذي يشكل في ترشيح الشخصيات سواء كان
الوزارات الجدد أو دمج الوزارات أو استراتيجيات، ينبغي أن يكون أي إصلاح ينبغي أن يكون هناك خطة منهجية استراتيجية مدروسة مسبقا من قبل شخصيات أو من قبل حتى شركات أجنبية عالمية لا بأس بها أن يستشيرهم ويعطون آراء للسيد عبادي. لكن عندما هو يتكلم عن البعيد عن المحاصصة، بعيد عن الطائفية، بعيد عن ما أعرف شنو، هذا كلام أنا لا أؤمن بها، لأن شخص السيد العبادي هو جاء عن طريق المحاصصة وجاء عن طريق الطائفية. ليس هو فقط، إذا هو ليس في كتلة معينة ليس هو فقط انتخبه يكون في هذه النقطة، في هذه النقطة، هو ليس في حزب معين ما كان صار رئيس لجنة وما كان صار نائب رئيس برلمان وما كان صار رئيس الوزراء. في سؤال دكتور طارق، يعني ليس هو وحده. خليني أكمل الرجال. لا يعني تعقيب بسيط ولك الوقت لإكمال أيضا النقطة. ليس فقط السيد العبادي من جاء بمحاصصة بناء على توصيف طائفي أو قومي، كل المناصب السيادية بما فيها رئاسة الجمهورية تندرج ضمن هذا التوصيف. بالتأكيد أنا أؤمن بذلك، لأن الدستور دستور فيه لجان خاصة بالتوازن السياسي، ينبغي أن يكون كل الوظائف الخاصة الهامة الحساسة السيادية يكون ضمن المكونات. صار عرف أن يكون رئيس الجمهورية من الكرد، وأن يكون رئيس البرلمان من الإخوة السنة، وأن يكون رئيس الوزراء من الأكثرية التحالف الوطني من الشيعة، لا بأس به. حتى الوزارات أيضا ينبغي أن يكون حتى الدرجات الخاصة، لأن كل حزب في العالم السياسي لما يشترك في الانتخابات يأتي بخيرة كوادره الرئاسية أو الفعالة إلى داخل الحكومة. فينبغي أن يكون هذا التوازن السياسي هو حافظ على فيدرالية العراق وحافظ على دستور العراقي، لأن العراق لا تنسوها يتكون من مكونات أكثر من طائفة وأكثر من قومية. وإذا ننظر إلى دستور سنة 58 عندما صار أول دستور جمهوري يقول يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين الكرد والعرب. فإذا نحن الكرد لا نضمن حقوقنا في هذه الفيدرالية، هذه الاتحادية، هذه الحكومة، فنحن لا نبقى بهذه الحكومة يعني، ولا التركمان ولا المسيحي. وإذا نأتي إلى أن ننزل أكثر الآن حتى الإخوة السنة يعترفون ويقولون بأن حقوقهم مهضومة. حتى بعد يعني الحكومة التي جاءت باسم التغيير وشملت كل المكونات، كل الطوائف، وشملت أيضا كل التوصيفات المذهبية في العراق. ستجيبنا عن سيد العلو، لكن يعني دكتور طارق بأقل من نصف دقيقة حتى نضمن عدالة الوقت في يعني الوقت القليل المتبقي. يعني حتى هذه الحكومة التي أجمع الكل على أنها جاءت باتفاق سياسي، الكل وقع على اتفاق سياسي. أنا أقول مسألة الإصلاحات، مسألة الإصلاحات الذي بدأ به السيد عبادي، نحن لحد الآن نؤيده ونشجعه أن هذه الخطوات جيدة ولمصلحة الشعب العراقي. نحن مع ما يريده الشارع العراقي. الإقليم كردستان هو جاء عن طريق الديمقراطية ويحب أن يكون كل الأمور بالسياقات الدستورية والقانونية وإرضاء المواطن العراقي. طيب. أن ينبغي أن يلتف سيد عبادي إلى أكثر من 2 مليون نازح في كل المحافظات وخاصة في إقليم كردستان. أين حقوقهم؟ أين مراعاتهم؟ أين هم الآن يعيشون في العراة، يعيشون في الكامبات، لا يوجد الخدمات، لا يوجد خدمات الإنسانية، لا يوجد حد الأدنى من المواطنة العراقية. أين حقوقهم من هذه الإصلاحات؟ طيب دكتور طارق، إذا أعود إليك سيدة ليلى في أيضا يعني كان لديك تعليق على ما ذكر الدكتور طارق، وأيضا يعني لدي سؤال، وهو أنه في ورقة الإصلاحات النيابية أيضا دعوة لفصل النواب الذين تغيبوا عن ثلث جلسات المجلس. نعم. السؤال، هل هناك نواب فعلا لديهم هذا القدر من الغيابات؟ نعم. ابتداء أنا بس تعليق، لأن مرتين ذكر الأخ طارق أنه أين الاستحقاقات المالية للإقليم، يريد يعني يشير إلى هذه المسألة. أنا أقول فقط أنه نعم، نحن الكرد يعني المكون السني، نحن رغم أنه التحالف الوطني أنتم تعلمون حصل على أكثر من 147 مقعد في هذه الانتخابات، ولكن إيمانا منا بأنه لابد من أن يكون هنالك حكومة شراكة حقيقية بين هذه المكونات الكريمة
كانت حكومة ليست حكومة أغلبية، وهي ليست حكومة يعني ديمقراطية، وإنما حكومة توافق سياسي يشترك بها كل المكونات. والحمد لله كان هنالك وئاما سياسيا، لكن مثل ما هنالك حقوق هنالك واجبات. وبالتالي أنا أيضا أسأل الأستاذ طارق، في شهر تموز فقط يعني إيرادات النفط التي حصل عليها إقليم كردستان ما يقارب أو يزيد على $1,000,000,000 لم يقدم يعني دولار منها إلى الحكومة الاتحادية. في شهر تموز فقط $1,000,000 في شهر واحد. لم تصل إلى خزينة الحكومة المركزية. لم تصل إلى الحكومة المركزية، وبالتالي هنالك يعني خرق للاتفاق اللي حدث بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. مثل ما هنالك حقوق يطالب بها الأخ طارق، هنالك واجبات تجاه الحكومة الاتحادية، وبالتالي الحكومة الاتحادية لا تستطيع أن تتعامل مع مواطني الحكومة الاتحادية سواء كانوا في إقليم كردستان أو في الجنوب أو الوسط أو الشمال أو الرمادي، قصدي بالأنبار أو الرمادي، بازدواجية. لا تستطيع أن تعطي لطرف أكثر من طرف آخر. يعني اليوم كل الميزانية الاتحادية هي من إقليم من نفط الجنوب، وبالتالي لا يمكن أن نطالب فقط بالحقوق، يجب أن تكون هنالك حقوق وواجبات متزامنة. بالنسبة إلى ورقة الإصلاح لمجلس النواب وما ذكرت من أنه فصل النواب، اللي بالفعل هنالك قسم من النواب من تجاوزت غياباتهم، ينص النظام الداخلي أنه إذا تجاوز الغيابات إلى عدد محدد فيجب أن يفصل هذا النائب. يجب أن ما الذي ينتظر البرلمان؟ وجه رئاسة مجلس النواب قدمت انذارات للنواب المتغيبين ولم تعلن هذه الأسماء، وأنا أستغرب أنه لا تعلن أسماء المتغيبين. يجب أن تعلن ولا يكتفى بالإنذار، من أجل أنه هذا النائب يجب أن يعرف الشعب النواب الذين تم انتخابهم من هو حريص على الحضور. كم العدد تقريبا سيدة ليلى؟ يعني لا أعلم بالضبط العدد، ولكن تم توجيه الإنذار. وقرأت يعني بالأخبار أنه هؤلاء النواب قدموا وعدا مكتوبا بعدم التغيب أكثر عن الجلسات، ولهذا لم يتم الإعلان عن أسمائهم. احنا يعني نطالب رئاسة مجلس النواب بالإعلان عن هذه الأسماء لمعرفة النائب المسؤول عن النائب المتغيب، وبغض النظر عن كان يعني قسم تحت مانشيت أنه غياب سياسي أو ما مقبول ولا موجود. إذن الشكر الجزيل لضيوف الكرام في حلقة هذا الأسبوع من خفايا معلنة هنا في الاستوديو، السيدة ليلى الخفاجي النائب عن ائتلاف كتلة المواطن. شكرا جزيلا سيدة ليلى. شكرا جزيلا أيضا لضيف الكريم من أربيل النائب عن التحالف الكردستاني الدكتور طارق صديق. شكرا جزيلا للمشاركة دكتور طارق، وبالتأكيد شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقي مجددا في حلقة أخرى وحوار آخر في خفايا معلنة. تحية لكم كالمعتاد مني أنا أحمد عبود وفريق العمل، إلى الملتقى. الرياضة العالمية وأهم أحداثها نايت سبورتس مع سيف الباشا بعد لحظات.